تعالوا لي هنا يا جماعه، اسمعوا اسامه حمدان القيادي في عصابه سماح. انا لا اتكلم عن اغلاق المعبر مغلق، خلي المساعدات تدخل، ستقصفها اسرائيل فلتقصفها اسرائيل. كم ستفعل اسرائيل؟ 22,000 شاحنه تقف وراء المعبر لتدخل. دور قانوني ينبغي ان تقوم به مصر هو السماح بدخول هذه الشاحنات حتى لو رفض الاسرائيلي ذلك. الراجل ولا فارقه معاه، بيقول لك فلتقصفها اسراء. ايه المشكله؟ جايب البرود ده كله منين يا راجل وانت بلدك ضايعه؟ يعني عادي جدا عنده 22,000 شاحنه تخش ومعاهم 22,000 سواق ومعظمهم مصريين يروحوا في طيس كده خالص، مش مشكله. المهم البي ياخد اللقطه زي اللقطه بتاعت 7 اكتوبر اللي كانت اخر لقطه واول مصيبه اللي ضيعت مدينه كامله وسابت اهلها تحت الركام. بعدين الناس دي مش مهم بالنسبه لهم المساعدات، المهم عندهم افتحوا المعبر، عايزين ننفذ التهجير. يا ابني احنا هرشينك، ده مش سياسي ولا مقاوم، ده واحد بيعمل فيديو كليب على دم الناس وبيدور على الترند حتى لو الترند جاب اجل نص المنطقه. لا ودلوقتي عصابه الحركه بقى بيضغطوا على مصر. اضغط كمان يا حمدان، اضغط يالا، اضغط، احزق جامد، بقول لك احزق، هانت اهو احزق. صحه وعافيه، ده اخركم بعد الضغط والحزق. شيروها له.